اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الأقرع. النهارده كلامنا هيكون مختلف شويه عن الفانتزي. لتاني مره في التشانل هنخرج بره الكونتنت بتاع الفانتزي وهنتكلم عن الاهلي ومشاكل الاهلي. الحلقه دي بصراحه انا بخطط لها من بدري جدا جدا جدا، علشان في مشاكل كتيره قوي في الاهلي لازم ان احنا نتكلم فيها ونوضحها بالتفصيل الممل. وطبعا انا بكون مستمتع وانا بتكلم بصراحه عن الحاجات المحليه خصوصا، او لما بخرج بره حته الفانتزي بكون مستمتع لان انا بحب الحته دي قوي وبحب الرغي في حته الكوره دي قوي، في حته الاهلي وخلافه يعني. طيب، فكلامنا النهارده هيكون بخصوص الاهلي. قبل ما اتكلم عن الاهلي وقبل ما ادخل في فلسطين وقبل الليله دي كلها، انا بعتذر عن ان انا ما بقتش انزل كونتنت زي الفتره الاولانيه من شويه، بس ستيل انا لسه بنزل حلقه كل اسبوع. ده بس علشان الامتحانات، انا لسه ما خلصتش امتحانات، لسه خلص يوم 20/1، فلسه بدري جدا. اتمنى ان في خلال الاسبوعين بتوع الامتحانات اللي باقيين دول الحق انزل لكم على الاقل حلقتين 3 عن الفانتزي بتاعت الجوله ال21 وايه اللي حصل. كل الكلام ده ان شاء الله هلحق انزله لكم. ادعوا لي بس علشان في ماده انا شايلها محتاج انها تعدي، فادعوا لي فيها. وبس كده، قبل ما ندخل في حلقه الاهلي وكلامنا عن الاهلي، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين والقدس ولبنان والسودان وليبيا وسوريا وكل الدول العربيه والامه الاسلاميه. ربنا يحفظهم ويحميهم ويثبت الارض من تحت المجاهدين، وان شاء الله ربنا ينصرهم وربنا يرحم يحيى السنوار ومن خلفه من الشهداء ان شاء الله. اول حاجه لازم اتكلم عنها وهي مشاكل الاهلي اللي لازم تتحل. اول حاجه بس انا حابب اعرف مشكله واحده لحد دلوقتي انا مش فاهم ازاي ما تردش عنها. بناء على ايه انت تروح ترد على مشكله عمر كمال عبد الواحد ان هو وقع في الحمام وهو بيستحمى لا مؤاخذه، فكتفه او مش عارف دراعه اتجلط في حاجه فباظ، الدنيا باظت. والشناوي في نفس اليوم جات له كدمه، فانت رديت ان هو جات له كدمه فهنشوف هيلحق ماتش زي بلوزداد اللي هو الاولاني اللي هو كان في القاهره مش اللي هو بتاع الجزائر. حلو، ولحد دلوقتي انت ما ردتش على ايه؟ فين الرد بتاعك يا مدير الكوره يا محترم، او يا اي حد من الناس بتاعه الكوره بتاعه القناه شوبير الناس دي كلها؟ فين الرد بتاعكم لما محمد رمضان وكهربا راحوا خدوا الشناوي اللي رايح للجماهير وهو مستواه زباله واتشتم ورايح للجماهير يحييهم بعد ما ندهوا على اللعيبه، رايحين ياخدوه؟ واللقطه دي لحد وقتنا هذا محدش رد عليها، مع انها طلعت في الاعلام اكتر من مشكله عمر كمال اللي كلنا عارفينها، اللي نفس المدير الرياضي ده اللي هو محمد رمضان نمبر 1 طلع وقال ان عمر كمال وقع وهو بيستحمى ومش عارف ايه وبتاع، ونفس الكلام على الشناوي لما اتجلط مش عارف كتفه وحاجه كده. ده كله ما يشغلنيش، انا نفسي اعرف فين الرد بتاع الحته دي. حلو، انا دلوقتي عندي مشكله برضو في حته الاعلام، ان هو مجرد ما بياخد الترند. احنا النهارده ورانا ترند ايه؟ ورانا ترند اللي الاهلي لعيبته بتشتم في بعض، اوضه اللبس بايظه، الدنيا بايظه، هنفضل نتكلم عنها. هل في حلول؟ مفيش حلول. طب هل في حد يتكلم؟ مفيش حد يتكلم. هي يومين والدنيا بتنسى، الناس بتنسى، الدنيا بتمشي. طب فين يا ابني انت الحل بتاعك اللي انت المفروض تقدمه للناس؟ الدنيا ماشيه ازاي يا جدعان؟ زي الاول فين؟ انا مش بطالب بحاجه من دي. احنا عندنا مشكله احمد رفعت، ربنا يرحمه ويجيب حقه، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمه. لحد دلوقتي ما حدش جاب حقه، ما حدش بيتكلم. حلقه ابراهيم فايق نزلت، اتكلمنا يومين 3، بعدها باسبوع حد طلع قال اسبوع والنتائج هتظهر، حد تاني طلع اسبوعين والنتيجه هتظهر، بعدها بشهر الناس كلها خلاص نسيت. الناس بتشوف صورته تترحم عليه مش عارف ايه وبتاع، بس هل حقه موجود؟ بعيدا عن حقه وقصته اللي هو طلع يتكلم فيها، هل حد طلع يتكلم على حته احمد رفعت تاني؟ ما حدش يتكلم عنه، ما حدش ذكره، حتى الجماهير ذات نفسها اللي في الملعب. طبعا احنا مش ذنبنا ولا ذنب الاعلام ولا ذنب الكلام ده كله، بس هي الفكره كلها ان الناس ما بقتش تحط في دماغها، فهم بقوا ماشيين بالمبدا ده اللي هو ايه؟ محمد رمضان بقى وكهربا ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هنمشي، مش فارقه كتير يعني، هي يومين 3 والناس هتنسى، كل واحد هيرجع حياته الطبيعيه، كل واحد هيدور على الجنيه عشان الدنيا صعبه، فهننسى وبننسى. الفكره ان احنا بننسى وبتعدي وما بنتعلمش. واحد زي كهربا، انا عندي مشكله واحده وهي انت زي ما رديت على فكره عمر كمال لما وقع وهو بيستحمى، هل انت ما عندكش الجرأه في انك تطلع ترد عليا ليه كهربا عمل كده او انت عملت كده في الشناوي؟ مش منطقي،
ده انت عندك احمد حجازي اتداخل بالجزمه والله بالجزمه، الجزمه اتحتفت فيه ومفيش، وراح بيحييهم وبيهديهم ومش عارف ايه وبتاع، واتشتم هو وبلده والدنيا. طب انا بس عايز افهم فين حته الردود؟ مش انتوا كنتوا بتطلعوا تردوا؟ يعني انت رديت على عمر، يعني هل خبر عمر كمال هيجي اهميه بنفس الخبر بتاع ان الشناوي مش عايز يروح للجماهير؟ اكيد لا. اكيد ده مش هيفرق للناس ان هو وقع وهو بيستحمى واتصاب على قد ما هيفرق ان انت تيجي للجمهور والناس كلها شافتها والاعلام كله اتكلم. ففين الرد بتاع دي؟ احنا بقينا ننسى كل حاجه. انا مضطر يعني لازم اطول في الحته دي عشان احنا بقينا ننسى كل حاجه بعد وقت. يعني خلاص الترند طلع حته كهربا ومحمد رمضان، وهي رمضان ده رمضان وشبه بوعه الصباح ومش عارف مين وبتاع. الناس هتيجي يومين شكرا نسينا قعدنا فين؟ مفيش حاجه. طبعا في بلاوي زرقاء انا لسه هتكلم عنها، بس انا بالنسبه لي حته زي دي انا قارنتها ليه بحته احمد رفعت. هي حتتين مختلفين، بس هي الفكره ان انت زيها. حته احمد رفعت للاسف هو الناس كانت بتقول في الاول ان هو مش ترند وحق احمد رفعت وهاشتاج طالع ونتكلم وهوجه والحلقه بتاعت ابراهيم فايق معاها كانت بنت لذينه والناس كلها اتكلمت عنها ولازم يرجع وده يتعاقب ونجيب مين ونعمل مين ونسوي في مين. انا ما بتكلمش في حته حق احمد رفعت، بس انا بتكلم في حته ان زي ما احمد رفعت لحد دلوقتي بقاله 6 شهور الناس خلاص ما بقاش فارق لها حقه، هم فاكرينه، بس حق احمد رفعت ما بقاش حد فاكره. خلاص يعني هنعمل ايه؟ انت في ايدك حاجه؟ مش في ايدك حاجه. بس فالفكره دلوقتي هل هيجي كهربا او محمد رمضان الناس تفتكر اللي عمله؟ لا مش فارق. موسيماني لما جه وقال على كهربا خارج حساباتي، طب هو شايف من الاول ان هو صح، هو شايف من الاول موسيماني حاسبها صح وعشان كده مشي. هل اللوم هنا على مين؟ اللوم هنا على الاداره بقى، المجلس الاداره ايا كان بقى مين من فوق، الخطيب بقى ولا اي حد من دول من الكباتن اللي فوق دي اللي شايفين ان هم بيتكلموا فيطلع يقول لنا. بقى في حاله من البعد التام بين الجمهور والاداره، محدش بقى يركز مع دول. انا دلوقتي كاداري محمود الخطيب او مش عارف مين، محدش بقى يطلع يوضح للناس ده ليه، ده فين الصفقات اللي هتيجي بعد ماتش الشباب بلوزداد؟ مفيش صفقات هتيجي بعد ماتش شباب بلوزداد. فين الكلام ده كله؟ انا ما اعرفش بصراحه. هو فين الكلام ده من الدنيا؟ فين محمود الخطيب من الناس دي كلها؟ فين بلاش مارسيل كولر، ما مالوش ذنب بصراحه في الليله دي كلها، ولا عنده لعيبه ولا عنده دنيا، بس هو عيبه الوحيد ان هو موافق ان هو يكمل بالسكواد ده بس. دي الفكره كلها، وده الكومنت بتاعي عن الحاجات دي كلها. بس دي اول بوينت كان لازم اتكلم فيها، واول مشكله من ضمن المشاكل اللي لازم تتحل في الاهلي. النقطه الثانيه وهي ان الشناوي لا يصلح لحراسه مرمى الاهلي، بس نقطه من اول السطر. مين يلعب مكانه؟ اكيد مصطفى شوبير وحمزه علاء، اكيد احسن من اداء الشناوي دلوقتي. مصطفى مخلوف ما اتشافش، طب ماشي، بس هل الفكره كلها في حته ان الشناوي هل يلعب في حته حراسه المرمى دي تاني ولا لا؟ الشناوي بقاله 4-5 ماتشات ورا بعض، يعني هو الفكره ان هو مستواه متتالي. يعني قبل كده كان بيجي ماتش ماتش لا ماتش، دلوقتي بقاله 4-5 ماتشات ورا بعض. ال4-5 دول هو اوريدي بره الجيم. مفيش في ماتش شباب بلوزداد يا جدعان خرج في 3 كور، ال3 زي الزفت. ال3 اصلا ما بيلمسش الكوره، ما بيلمسهاش، ما بيروحش ناحيه الكره، ما بتتلمش. ما الشناوي شالنا ومش عارف ايه وبتاع، بس يا جدعان خلاص، هو انت محتاج تفضل ماشي كويس مدى الحياه، انت محتاج تفضل حلو مدى الحياه، فمضطر تعمل ايه يعني؟ هتكمل يعني؟ ما اعرفش بصراحه. طيب ده بالنسبه لي في حته الشناوي، يعني علشان يعني نمشي الدنيا فيها على طول. الحاجه اللي بعد كده عندنا وهي عمر الساعي. انت احلى $1,000,000 شربت بيها كوبايه مانجا، او مش فاكر الاعلان كان كوبايه مانجا ولا كوبايه بطيخ، حاجه كده يعني. هي حاجه لونها احمر او عصير فراوله ايا كان، يعني الصوره بتاعت عمر الساعي. ف 50 مليون جنيه. انا مش فاهم ليه الواد بينزل كل 15 دقايق. طب هل عمر الساعي ما يستاهلش ياخد الفرصه زي ما كريم الدبيس خد فرصه في الماتش اللي فات كله، مع انه لعب وحش؟ كوكا اللي لعب وحش. عمر الساعي ما يستاهلش نزله يلعب 10 دقايق ولا 5 دقايق هنا، وماتش قبل كده دقيقه دقيقتين مش عارف ليه بيلقط رزقه؟ ما الواد صغير وهي خربانه، يعني هي كده خربانه، فمادام هي كده خربانه سيبه بقى، يعني لعبه. ده بالنسبه لحته عمر الساعي. السولية عندك ما بقاش يبني كوره لقدام زي الاول.
انا ما شفتش عمر الساعي في الاهلي، وما حدش يعرف الاداء بتاعه. جرب يا عم لعبه، انت مش خسران حاجه، انت مش خسران. زي ما اديت فرصه لكوكا وكريم الدبيس والناس دي كلها، لعبوا. حاجه غريبه، انا مش فاهم تفكيره بيبقى فين وهو ما بيلعبوش. يعني هل هو مجبر عليه؟ يوسف ايمن عرفنا ان هو مريض نفسي وهيتكل على الله وهو مش شايفه، وزي ما التصريحات والصحفيين بيقولوا. بس عمر الساعي ده واحد انت دافع فيه $1,000,000 وجايبه وهو صغير وعيل ناشئ ولسه 20، عيل صغير مش ناشئ يا عم بلاش عشان الناس بتزعل، بس لسه صغير، لسه قدامه بتاع 7-8 سنين. فخدهم بقى منه ولعبوا من دلوقتي، جهزوا للموسم الجديد، وهي كده كده بايظه. يمكن يظبط، ما ظبطش يبقى احنا اتسوحنا فيه نبيعه بدل ما نفضل قاعدين مستنيين منه حاجه. ايه اللي هيحصل بقى؟ السيناريو اللي جاي عمر الساعي متاح للاعاره، يروح سيراميكا او زد او الجونه او فاركو او الفرق بتاعه الشركات دي 6 شهور او سنه، يتالق، يرجع الاهلي يلعب اساسي؟ لا مش هيلعب اساسي، يقوم متباع شكرا. زي القندوسي بالظبط، زي القندوسي وكريستو، جم قاعدين ولا خدوا فرصه ولا نيله، اتكلوا على الله. بس دلوقتي اول ما طلعوا بره، سيبك من كريستو يا عم عشان عيل صغير برضه بتاع، عندك مين القندوسي، اتفرج على القندوسي خارب الدنيا، خارب وطلع في التلفزيون مش عارف ايه، ودلوقتي جايين في التلفزيون متردد ان هو يرجع للاهلي. وهنتكلم برضه على الحته دي في حلقه النهارده. الحلقه دي طويله جدا، فيها كل فيها كوارث الدنيا والاخره في اللي بيحصل في الاهلي. اخر حاجه بقى هلخصها في 10 ثواني، خالد عبد الفتاح يلعب في اي حاجه غير ان هو يلعب في الاهلي، بس تفهمها زي ما تفهمها. ده كل اللي عندي على خالد عبد الفتاح. ولا بقى تقول لي مفيش حد اسمه باك رايت خالد عبد الفتاح، ولا حد اسمه خالد بيلعب كوره ولا بتاع. انا بقول لك خالد عبد الفتاح يروح يلعب في اي حاجه غير انه يلعب في الاهلي بس، شكرا. تاني فقره معانا في حلقه النهارده وهي فقره الصفقات. بالنسبه لي في الصفقات اول نقطه لازم تحصل مبدئيا كده، مبدئيا اللي علي معلول عاوزه يحصل. بس عايز يجدد، اتفضل يا ابني جدد ب$20 مليون، جدد له ب$20 مليون، مفيهاش نقاش والله العظيم ما فيها نقاش. ده يا جدعان انا شفت واحد كاتب عنه صاحب النادي، هو صاحب النادي، ولا تقول لي خطيب ولا ما. اللي علي معلول عاوزه يا جدعان يحصل. ما ينفعش بتاتا تفضل قاعد لحد اخر فتره. محمد رمضان نمبر 1 طلع يقول لي احنا بنفكر نجدد، نشوف هيبقى في مكان ولا ما فيش مكان عشان نجدد له. هو مين ده اللي بتفكر عليه؟ مين اللي بتفكر تجدد له ولا ما تجددلوش؟ ده هو قال لك جدد لي شكرا، جدد له. يعني انت زي ما انت عايز تروح تدفع لاكرم توفيق اللي لحد دلوقتي ما نعرفش هو مشي ولا لا، بس هو غالبا هيتكل على الله برضه، وهنتكلم في الحته دي اكتر واكتر. عايز تدفع للشناوي اللي بياخد 35 مليون، ولا اللي عايز يجدد ب 35 مليون جنيه في 3 سنين؟ ليه ان شاء الله ليه انت مش عايز تجدد لمعلول؟ يا عم 35 سنه لسه بيأدي، لو بيلعب برجل واحده والله احسن من يحيى والله العظيم. عايز تلعبه جناح لعبه جناح، وهنتكلم برضه في الحته دي في بقيه الحلقه. بس ليه انت بتفكر في حته علي معلول؟ انا مش فاهم انت بتفكر ليه. كل ده عشان 6 شهور وكبر سنه 35 سنه فخلاص. حاجه غريبه والله يا جدعان، حاجه غريبه ومشاكل مش منطقيه وحاجه مش مفهومه للعقل، يعني حاجه مش ما يدخلش الدماغ. تاني صفقه محتاجينها بعد ما تجدد لعلي معلول، وهو ان احنا محتاجين نرجع مدافع تاني جنب اشرف داري. ويا سلام لو عبد المنعم، شكرا. عبد المنعم اعتقد ان هو هيرجع لو قعد مع اشرف داري. انا مش عايز ثنائيه افضل من دي. انت لو عندك مين بيهاجم مش هيبقى احسن من كده بصراحه. بس الحاجه الثالثه وهو ان احنا طبعا عارفين ان احنا عايزين مهاجم جنب اسامه ابو علي، علشان لما اسامه يقعد دكه نلاقي حد يعرف نلعبه مكانه، مش واحد زي المخلع اللي بينزل كل ماتش اللي هو متفائل بيه، معرفش ليه بينزله كل ماتش على اساس ان هو هيجيب حاجه، وهو يا جدعان والله ما عندوش بيزكس كوره، ما فيش بيزكس كوره. انا في واحد كنت بتفرج عليه والله في التلفزيون من فتره كبيره، 3/4 اللعيبه اللي موجوده والله ما بتعرفش تباصي، ما بيعرفش والله ما بيعرف. والله كهربا ما بيعرفش عموما، مش ما بيعرفش في الكوره، ده ما بيعرفش والله. انا مش فاهم ليه. انا طول الحلقه اللي هسال ليه بس، وما تقوليش خدتك عليه ولا الجو ده. طول الحلقه ليه بجد؟ اصل حاجات ما تدخلش العقل، والفكره ان هي مكمله والناس بتنسى والناس بتتعايش. ماشي. الحاجه الثالثه ان احنا محتاجين جناحين. سيبك بقى من حته وسام وخلاص اتكلمنا على الدفاع ومعلول. محتاجين جناحين، حد يمين وحد شمال كده، ايه تقال اجانب، يا ريت يعني اجانب، والدنيا تمشي ونمشي بيرسي تاو واي حد بقى من الناس المخلعه دي. يعني بيرسي تاو عايز يمشي اتكل على الله يا عم، الغرف ده يعمل لك ايه يعني؟ يا سلام،
اما اتباعش دلوقتي استنى عليه 6 شهور وبيعه، وهو كده كده اصلا افسخ عقده ويديله فلوس وبيعه. بس هي الفكره ان هو خلاص ده اخره، مفيش. انا عايز جناحين يا جدعان، جناحين. انا بشوف بيراميدز عندها ابراهيم عادل ومش عارف رمضان صبحي ومصطفى فتحي، عندهم ايه كل ده، ايه كل ده؟ والاهلي ماشي بحسين اللي خلاص بيودع، وتاو وطاهر ومش عارف رايح يبيع لي في عبد القادر. يا جدعان احنا ما فيش بقى، السكواد مات هجوميا ودفاعيا كله. الاهلي ما فيش والله. الفكره ان احنا مكملين حلو، يعني احنا بنتقل من دور المجموعات ماشي بنيجي في على الحروكرك وخلاص، مش زي الاول بقى. احنا كنا داخلين من موسمين، موسم بتاع كايزر تشيفز ده باين، او حتى اللي بعده بتاع بطوله الترجي، كنا بندخل مشكلتنا ايه؟ مهاجم معلول هيعمل حاجه مش عارف بتاع. احنا دلوقتي بقت مشكلتنا فين؟ المهاجم اتحلت، بس بقى عندك باك ليفت لا، بقى عندي قلب دفاع لا، بقى عندي خط نص كويس لا، عندي اجنحه كويسه لا. الفكره انك حليت مشكله بس عندك المشاكل بايظه. هل لو كنت جبت وسام ده من فتره ساعه كاس العالم اللي فات او اللي قبله كان هيفضل نفس المشكله دي موجوده؟ لا طبعا. ليه؟ لان انت ركزت على المشكله دي، جبت وسام بس ما حليتش بقى ولا اجنحه ولا حليت اي حاجه تانية ولا بتاع. بس يعني انا مش قادر افهم بصراحه، مش مقتنع تماما باللي بيحصل. الموضوع بصراحه صعب جدا، يعني محتاجين برضو نشوف حل للباك رايت. خالد عبد الفتاح بقى، هاني لما يرجع، يعني والله العظيم احنا مش راضيين بهاني. تخيل ان احنا بقى عندنا الاسوأ. ما اعرفش بصراحه ايه اللي ممكن يحصل. يعني نفس الكلام احمد عبد القادر لازم يرجع هو وديانج، لازم، ما ينفعش دول يمشوا اصلا، ما ينفعوش يمشوا تاني. حتى لو هتجيب اجنحه، يعني انت ترجعهم وتجيب اجنحه. بس ده بالنسبه لي الصفقات. عايز اتكلم برضو في نقطه ثالثه متعلقه بالصفقات، وهي مين يمشي اصلا من الاهلي. بعيدا عن ان في لعيبه ممكن اكون ناسيها، بس انا هتكلم على اللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي طول الفتره اللي فاتت وبتقدم اداء سيء ولسه مكمله في ان هي بتشارك وما ينفعش ان هي تشارك تاني. طيب اول حد معانا وهو محمود كهربا ومش هنتناقش فيه. تاني حد هو خالد عبد الفتاح وبرضو مش هنتناقش فيه. تالت حد معانا وهو عمر كمال عبد الواحد، اخره دكه، يعني لا عايز يمشي اتكل على الله. هو كسر ال30 باين 30 سنه حاجه كده، فعمر كمال دكه لهاني، او يمشي يتكل على الله برضو مش فارقه. اخر حد معانا اكرم توفيق، عايز يجدد يابا، والله العظيم خساره فيه مليون جنيه طول السنه، اصلا مليون جنيه طول السنه، والله خساره، والله خساره في اكرم توفيق. ولا بقى جو عايزه بقى 25 مليون في السنه، ايه الارقام دي اصلا يا جدعان؟ ايه دي؟ معلش هدفع فيك ليه 25 مليون؟ مين انت؟ بتقدم ايه؟ بتعمل ايه انت في الكوره؟ ولا بتعرف تهاجم ولا انت اخرك ايه؟ عايز الواد يعدي، ما بيعديش، بيشيله من على الارض. طب انا ما يا عم تولع، ما رجع ديانج وامشيك وشكرا، انا بوفرت المرتب بتاعك وديانج بياخد اقل منك. ليه؟ محترف ومتسجل ان هو محترف مش عارف ايه، بس على الاقل بيقطع ميه ونور وبيعرف يهاجم واد جدا وما حدش بيعدي منه وبيلعب بالراس وكل حاجه. فاكرم توفيق لا يصلح بصراحه. بريستاو اتكلمنا عنه. اخر حد معانا وهو حسين الشحات، جدد اهلا وسهلا، ما جددش عايز يتكل على الله، هو اخره يقعد دكه وشكرا برضه، علشان دخل في سن ال30 والاجنحه خلاص ابتدى ان هو يودع. مش هقول يمشي، بس هو يعني لو جاله اوفر يبقى احسن ان هو يمشي، بس لو ما جالوش خلاص يعني. بس اكيد لازم توجد له بديل، يعني مش تمشيه وخلاص، بس لازم توجد له بديل. بالنسبه لبقيه الناس اللي هو مش عارف سمير محمد المهاجم والباك ليفت عندنا كريم الدبيس والناس دي، دول ما ظهروش بشكل كويس. يعني انا بتكلم باختصار على حته مين يمشي من اللعيبه، واساسهم لازم يمشي كهربا، برستاو، خالد عبد الفتاح، شكرا، دول اهم حاجه. اكرم توفيق يمشي، بس الباقي يعني ايه دكه. يعني بكده هيكون الاجانب اللي عندك 5: علي معلول، يحيى عطية الله، اشرف داري، وديانج لما يرجع شهر 6 بعد ما الموسم بتاعه يخلص بتاع الاعاره، وجناح اجنبي. كده 5. طب انت دلوقتي مش هتعرف تجيب مهاجم، هتروح تسال الشباب بتوع السكاوت اللي موجودين على الفيسبوك من بيج حاجات قالها الشوالي في ليله القرن، اي حاجه، هيروحوا يجيبوا لك عيل فلسطيني او قطري ما يتقيدش ان هو كمصري ايا كان، يجي يلعب لك مهاجم بديل لوسام وهيأدي. يوسف سالتش، اي حد من الناس اللي هي فلسطينيين، مفيش اكتر منهم، ولو سالت وسام ابو علي هيدلك، وهيجي له دكه وهيلعب وفلسطيني ومش هيتأيد وهيعمل مشاركه على وسام وهيعمل منافسه واهون ومرتبه اقل، الدنيا هتمشي. فلو سالت اي حد من دول هيجيب لك. طيب لو في حاله انك ما جبتش جناح كويس
وعايز تجيب مهاجم كويس، يعني تبدل حته الجناح الاجنبي بحته ان انت هتجيب حد من مصر. انا ما بفضلش الميزه دي، فانت تقدر تروح لحد زي زيكو بس ما يقضي الغرض، ومعاك احمد عبد القادر هيمشي الدنيا، وساعتها هتجيب بغداد ونجاح بقى ولا اي حد من المهاجمين التوال السوبر دول وشكرا. طيب بالنسبه لي هيبقى تشكيله الاهلي كالتالي قبل طبعا يعني في الفتره دي بعيدا بقى عن لحد كاس العالم، يعني قبل ما حمدي فتحي يرجع وديانج واحمد عبد القادر، فانت محتاج تركز على تشكيله الاهلي دلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ انا بفضل شوبير على الشناوي هيكون دكته. عندك الناحيه اليمين هيبقى هاني، الناحيه الشمال يحيى عطيه الله، وهقول لك هنعمل ايه في معلول دلوقتي. اشرف داري، عبد المنعم في حاله ان هو لو هيجي في كاس العالم فهيبقى جنب اشرف داري ياسر ابراهيم، بفضله احسن من رامي ربيعه، هما الاثنين ملط يعني شويه يعني، بس يعني ياسر ابراهيم الطف نوعا ما. قدامهم مروان عطيه، السوليه، اي حد يعني هتكون خط النص بتاعك من اللي موجودين. الناحيه اللي على اليمين بقى في حاله لو ما جبتش جناح، فانت عندك حسين الشحات شغال، عندك طاهر شغال لما يرجع، عندك مش هقول بيرستاو، عندك الواد زيكو لو موجود تلعبه، اي حد. طب الناحيه الشمال انت هتحل بقى مشكله الجناح الشمال بالاجنبي بتاعك اللي هو مين؟ علي معلول بس، شكرا، فانت حليت مشكلتك. لعبت يحيى عطيه الله، لعبت علي معلول، الاثنين الاجانب اللي في نفس المركز، حليت مشكلتهم. كأنك جبت جناح اجنبي، ساعتها عوده علي معلول في انه يرجع يدافع مع يحيى عطيه الله مش موجوده، كده كده يحيى بيدافع ورا كويس وبيهاجم وحش، فاللي هيكمل له الحته دي وهو علي معلول اللي بيهاجم حلو وبيدافع وحش. عندك هيكون قافلها تحت ضبه ومفتاح بمروان واكرم، او مروان والسوليه، او مروان وامام، اي حد من الليله دي كلها. طبعا عندك في الحته دي بقى عايز تلعب يعني بصانع العاب، لو انت هتلعب 4-2-3-1 ايا كان، انا بتكلم على العمدان الاساسيه بتاعه التشكيله. وطبعا وسام عندك، وتحته هيكون قفشه او امام، اي حد من اللي دي كلها، وساعتها انت محتاج بس جناح اجنبي على اليمين وبديل لوسام بس، شكرا، مش عايز اي حاجه تاني. مهمه بسيطه وسهله، تأيد معلول جناح يمين، مهاجم مكان وسام بس. في شهر بقى 6 قبل كاس العالم انت هتكون رجعت حمدي فتحي، احمد عبد القادر رجع لك، فانت حليت بديل لعلي معلول كمان، وبديل كويس بقى. عندك رضا سليم هيرجع ان شاء الله قبل كاس العالم، يعني هيلحق، بيقولوا هياخد من رينج ال4 ل6 شهور، فغالبا هيرجع. عندك كمان هتكون حليت، جبت عبد المنعم لو انت في حاله هتجيبه، فانت حليت مشكله ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. لو جبت حد من خط النص زي ما قلنا ديانج لما يرجع هيبقى معاك ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه. فالاساس بتاع التشكيله موجود. بس كده يعني اتمنى الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي كلها تتحل، وده موضوع طويل جدا ومش هنخلص منه، وحلقه تقيله قوي قوي قوي. انا كان نفسي ان انا اعملها من بدري، والسكريبت ده انا للاسف كل شويه بيحصل عليه ابديت، بس انا قررت ان الحلقه دي لازم تنزل قبل ماتش سموحه، لان انا خايف ان يجي في وقت ماتش سموحه يحصل مشكله وساعتها الاداء يبقى سيء ونتأذي منه يعني. بس يعني انا بصراحه زعلان جدا على اللي بيحصل الفتره دي، اتمنى ان كل المشاكل دي تتحل. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك حلقاتنا الجديده. ان شاء الله هيكون في حلقه بكره او بعد بكره، يعني على حسب ما الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده، عن الفانتزي ونصايح الجوله الجديده، فتابعونا علشان اول ما تنزل. وبعتذر مره تانية عن الغياب اللي بيحصل، مفيش حلقات كتيره بتنزل زي الاول، بس ده بسبب ان الامتحانات زي ما عرفتكم. وان شاء الله اول ما تخلص هنرجع تاني للمحتوى. وتابعونا على الاكونتات بتاعتنا على تيك توك، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن، بقينا ننزل عليها حاجات ما يعني ما بننزلش كتير، بس هنرجع تاني الفتره اللي جايه مجرد ما اخلص امتحانات يعني ان شاء الله. كان معكم الينو من قناه الأقرع، اشوفكم في حلقه جديده، ويا رب المشاكل دي كلها تتحل. بس كده، سلام.